كتير مننا بيكون حاسس إنه عنده رسالة، صوت نفسه يوصله للي حواليه، بس اللي بيقدر يعمل كده عدد قليل جدا من الناس. وفي حكاية النهاردة معانا رندا معتز، هتكلمنا عن إزاي لقت صوتها وإزاي عرفت إيه الرسالة اللي هي عايزة تقولها للعالم. أم، فنانة وإنسانة طموحة، رندا قدرت بإرادتها إنها تعمل واحدة من أنجح الشركات في مجال التعليم في الكريتيف اندستري، عشان عمرها ما شافت نفسها كبيرة على إنها تتعلم. الحلقة دي مش بس عن قصة نجاح، دي عن إزاي ممكن تقدر تتسق مع ذاتك وتطور نفسك طول الوقت. The Breakdown Show، صوت من قلب الصورة. قبل ما ابدا عايزك بس تبصي بصه كده على صورتك هنا. امم وطبعا قولي لي، رندا وقتها كانت شايفه ان هي هتكون في نفس المكان اللي هي موجوده فيه دلوقتي؟ بص، هو وانا صغيره دايما كنت بحس ان انا اوضتي كانت اوضه هاديه، بفصل فيه عن العالم. دايما هي المكان اللي هو بشحن فيه شخصيتي. مش عارفه اذا كانت انتروفيرت ولا اكستروفيرت، بس انا بحاول ابقى ميكس ما بين الاثنين. افتكر ان انا زمان في مره تقريبا وانا في اعدادي، التيتشر بتاعت الفيزيكس طلبت مننا ان احنا نعمل اساينمنت، وكان الاساينمنت ده ان احنا نرسم سيلز وحاجات زي كده ليها علاقه بالفيزيكس والكيمستري والحاجات كده. فانا قعدت فتره طويله قوي جوه في الاوضه وطلعت رسومات كتير. هي رسمه واحده زي موكب كده كبير، كان سيل كبيره وملونه وحطيت فيها جلاتر وحاجات زي كده. فروحت مقدماها ساعتها للتيتشر وهي اتفاجئت. انا ما اعرفش دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، هي اتفاجئت. وحسيت ساعتها انه يعني انا حطيت الانبوت بتاعي في حاجه هي علميه جدا، بس حطيت الانبوت بتاعي فيها كرييتيف تاتش، بحاجه يعني فيها ابداع. يس. الرسمه دي فضلت في المدرسه في اللاب بتاعنا حوالي مثلا 15 سنه. كل ما اخش اشوفها الاقيها موجوده. انت كنت بتروحي مدرسه كل وقت والتاني؟ اصلا 15 سنه ده انت كنت اتخرجتي خلاص؟ كنت بروح علشان احنا دايما كانوا بيطلبوا مننا احنا نرجع، كانوا دايما بيطلبوا مننا احنا نرجع تاني، سواء نامباور الستودنتس الموجودين او كده. لحد ما في يوم ما لقيتهاش، قلت خلاص بقى خلاص يعني كده بقى الجيل الجديد. الجديد. بس حسيت انه لا، ده كان بالنسبه لي اول امباورمنت في حياتي، انه التيتشر بتاعتي تحطها في اللاب قدام كل الناس شيء مبهر الحقيقه. حسيت انه يعني ايه ده، فيها سنس اوف انجيجمنت وفيها تشجيع كبير قوي ليكي، وتديكي ثقه في نفسك كبيره. صح. ان صح. انا ممكن اعرف اعمل حاجه قدام. يس. طيب هل ده كان ليه اي امباكت بعد كده في كونك شغاله في الكرييتيف اندستري عموما، ولا كانت لسه كرييتيف اندستري حاجه مبهمه خالص ما تعرفيش عنها اي حاجه؟ بص، هو انا دايما كنت بميل اكتر ان انا ما بركزش في الحاجات العلميه. يعني بتلاقيني دايما في السيشنز اللي فيها حاجات ليها علاقه بالرسم والدروينج والارت وكده، كنت بركز فيها قوي. واخدت كمان مسابقات كتيره قوي، يعني اخدت بجوائز في المدرسه برضو بكذا حاجه، لحد ما في الجامعه انا جبت 94.5، دخلت ألسن. انا بالنسبه لي كنت عايز اخش اعلام او اي حاجه فيها فن. اوكي، يعني مبدأ الفن هنا كان موجود من وقتها، من قبل المجموعه ساعتها ما كانش هيدخلني اعلام. بس طول عمري عايزه ابقى مذيعه، عايزه ابقى اعمل حاجه فيها ليها علاقه بان انا اتكلم، ان انا اقول اي حاجه تعبري عن نفسك من خلال الميديوم ده بالظبط. فساعتها رحت ألسن وألسن انجلش، وابتديت بقى اشوف عالم مختلف عن المدرسه طبعا. بس ما كنتيش حاسه انك انت كده خسرتي الناحيه بتاعت اعلام، او الناحيه اللي انت كنت نفسك تروحي لها؟ انا سالت صحابي ساعتها، يعني قعدت ادور كده، لقيت انه من الاخر مفيش حد بيشتغل باللي هو بشهادته. فحسيت ان في امل، ان في فرصه. يعني انا عمري ما تخليت عن الحلم ده بصراحه. وكنت بسأل حتى لما اتخرجت، كنت بسأل برضو صحابي اللي اتخرجوا، قالوا لي لا، الدراسة حاجة والتجربة العملية حاجة تانية خالص. تقدري تعملي اللي انت عايزاه في اي وقت. فبالنسبة لي ده كان هو خلاص تمام، انا هو ده اللي انت حاسة ان انت ممكن تعمليه عادي. طيب وألسن بالنسبة لي كنت شايفة ان انا مش هكمل كده فيها، يعني هي بس مجرد دراسة وبعد كده خلص اعمل اللي انا عايزاه؟ ألسن بالنسبة لي كانت تجربة مختلفة، لأن أنا طول عمري بحب جامعة القاهرة جدا. ورحت عين شمس. رحت ألسن عين شمس. مش اختلاف حضارات، هو اختلاف حاجات كتيرة قوي. فبالنسبة لي اللي هو أنا
من 94 اللي انا كنت بشيل مادتين في كل سنه. اختلاف في كل حاجه. بس كرياتيفيتي بانت في المشروع البروجكت بتاعي الجراديويشن. يس. احنا كان عندنا يعني اتجاهين، يا اما ان احنا نعمل حاجه هي موجوده اصلا ضمن النوفلز، موجوده ضمن الدكاتره هم اللي بيحطوها، او انت تعمل بروجكت خاص بيك انت تطلعه من على النت من اي حته. فانا اوريدي خدت الريسك ان انا اخد نوفل جديده محدش شافها محدش اختارها، وكانت الدكتوره بتاعتي معروفه في الديبارتمنت انه مش بتنجح اي حد. فكل الناس قعدوا يقولوا لي يا بنتي ما تاخدي حاجه السيف زون وخليكي جنب عشان تنجحي عشان تنجحي، انت اصلا بتطلعي بمادتين كل سنه. حاسس ده ممكن يكون شجعك اكتر ان عادي يعني طالما ده حصل قبل كده بالظبط. فاللي هو اخسر ايه؟ عندي اخسره يعني. فقلت لهم لا انا هاخد البروجكت ده. حسيت ان انا 4 سنين مش عارفه اطلع الكرييتيف مايند بتاعي، المايند سيت بتاعتي. فحسيت ان انا لما خدت البروجكت ده وابتديت بقى انتعاش حصل في رابع سنه يعني فاهم. حسيت ان ده التشالنج بتاعي. انا بحب الحاجات دايما التشالنجينج، ما بحبش الحاجه اللي هي تبقى جايه بطريقه سهله. ففعلا عملته وانا بقدمه. هي سالتني سؤال صعباني قوي، سابت كل النوفل وسالتني ليه النوفل دي اسمها جراي ماتر. فانا قلت لها هي كانت قصه بتتكلم عن يعني ان احنا نتقبل اختلافات بعض، لا تفرق لون ولا شكل ولا اي حاجه. فقلت لها باختصار انه يعني ما تحكميش على الكتاب من بس الكفر بتاعه، وانه يوجوالي احنا مش بنشوف القصه من كل الزوايا. فقالت لي ثانك يو رندا وراحت كاتبه الجريد. انا طبعا خرجت لاصحابي قلت لهم انا بص يا جماعه انا خايفه جدا. يا ريتني اخدت النوفلز اللي انتوا قلتوا لي عليها. طبعا توتر كبير يعني. ف يوم النتيجه ما كنتش مصدقه نفسي طبعا، لان واخده في الجريد دي امتياز فعلا. وكان بالنسبه لي اللي هو رفعت لي كل الدرجات بتاعت السنين اللي فاتت طبعا. فبقيت جايبه جدا يعني انا متخرجه جيد جدا يعني فاهم. فحسيت لا يعني ساعات بتبقى تيكينج ريسكس ده في نوع كده من التشالنج فظيع يعني. انت مش لازم تنط من جبل، مش لازم تنط من جبل، ومش لازم تبقى بتعمل حاجه عكس المألوف، بس اتليست تخرج بره الكومفورت زون وتشوف ايه الاوبورتيونيتيز اللي ممكن تتفتح لك. من ساعتها حسيت انه انا في اوقات لازم باخد فيها وقفه كده مع النفس، انه انا لازم اجرب حاجه جديده. فمن هنا كانت شويه بدات شويه الموضوع ان انا مش بحب اعمل حاجه المألوفه يعني. طيب هل ده رجعك تاني لرندا اللي كانت بترسم وكانت شايفه ان هي عايزه تخش اعلام، فحطها تاني على اول الطريق اللي هي تشوف منه هتعمل ايه غير ألسن؟ ده ظهر بقى لما ابتديت اقدم زي اي حد بيتخرج بعد التخرج. فضلت السنه اللي هي انت مش عارف تعمل ايه. اخدت كورسز جرافيك ديزاين، اخدت كورسز اذاعه، اخدت كورسز حاجات زي كده. انت بتدوري في الناحيه دي هيبقى فيها ايه الاوبورتيونيتيز المفتوحه؟ كنت عايزه ابقى جرافيك ديزاينر اصلا. وكان في يعني سنترز كتيره قوي ساعتها، او واحد معروف قوي زمان يعني. وفعلا خدت الكورس الجرافيك ديزاين وابتديت فعلا ان انا ارسم والون، وكنت بخش بقى على توتوريالز وافضل عارف الانيم اللي كانوا بيبقوا الانيميشن اللي كانوا بيبقوا موجودين وعليهم واسعه. كنت انا بقعد اعمل توتوريال واقعد ارسم في اوضتي. برضو هي اوضتي حصل فيها كتير هي المنبع اللي طلع كل ده. وساعتها ابتديت بقى ان انا اشوف انا ممكن اعمل ايه، لحد ما جت لي اول فرصه. والفرصه دي كانت ان انا اشتغل شغلانه هي اعتقد ان ناس كتير ما سمعتش عنها، هي فكره الترانسكرايبر. ان انا بسمع الكلام او فوكس جروب وبحوله في شكل وورد دوكيمنت علشان اطلع انسايتس يستفيد منها البراند. طيب الشغل ده جالك عن طريق ايه؟ ازاي جالك؟ كنت بنزل. انا كنت اوقات بقى زمان ما كانش يعني انا من 2011 فكنت عارف لما بيقول لك انزل ارمي السي في بتاعك، انا كنت بعمل كده فعلا. لسه ما كانش لا كنت بنزل ارمي السي في فعلا. بروح شركات وبنزل اتدرب، وشركه مثلا ما يكونش فيها غير موظف واحد انا بنزل وبشوف الاوبورتيونيتي فيه.
لحد ما وصلت الشركة كانت في المانيال، هي كانت متخصصة في الحتة دي، وكان معاهم الكلاينتس بتوعهم نيلسون ماركت ريسيرش. فكان معاهم براندز. أنا أول مرة أتطرق لهذا النوع من الماركتينج، لأنه خلاص أنت بالنسبة لك في ألسون بتدرس نوفلز حاجة مختلفة خالص. بالظبط. فابتديت عناية تلمع والشغف يرجع لي تاني ان انا بسمع اراء الناس في برودكتس. عدل مثلا الباكجز دي تبقى شكلها عامل ازاي، الديزاين ده يبقى عامل ازاي. فحسيت انه ايه العلم اللي ورا ان انا ابقى فاهم نفسية البني ادم دي عاملة ازاي. ومن هنا جت بقى فكرة ان انا لا، انا عايزة اتعلم العلم ده اللي هو الماركتينج كونسيومر بيهيفير. فطبعا مع ان انا اسمع كذا ريكوردينج للموضوع ده، كان بالنسبة لي انسايتفل قوي، وحسيت انه طب انا ادور في ورا الحتة دي. بس فمن هنا جت شوية فكرة الماركتينج يعني. طيب ممكن سكوب شغل كبير، براندز انتي حاسة ان هي كبيرة، فده لوحده برضو بيرجع الشغف شوية، يعني دي حاجة بترجع الشغف. بس الباشن الحقيقي اللي كان موجود زمان، الحاجات اللي انتي كنتي مهتمة بيها، شفتيها فين في الشغل في النطاق ده وقلتي خلاص انا عايز اكمل بالشكل ده، وده اللي انا شايفاه مناسب بالنسبة لي؟ بص، هو عامة سواء الستارت ابس او شركات ما كانش عندهم الهيراركي الكبير قوي اللي ممكن يكون موجود دلوقتي، اللي هو كل حد ليه التايتل بتاعه، كل حد بيعمل حاجة. لا، انت عادي ممكن تبقى ليك رأي في الديزاين، يبقى ليك رأي في الكونتنت، يبقى ليك رأي في البرزنتيشن اللي طالعه. انا مثلا عشان انا كنت بعد ما رحت سبت الشركه اللي كانت بتشتغل مع نيلسون، اشتغلت مع شركه تانية ماركت ريسيرش برضو، بس اون سوشيال ميديا. كان وقت يعني في الوقت ده ما كانش فيه حاجه اسمها باز اناليسيز وحاجه اسمها ريبورتس، دي كانت موجوده في الوقت ده، وبتتعمل مانيوال ان احنا بنعمل كيوردز وبندور على الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا. فبالنسبه لي ان انا اعمل ده كان في نوع من الفن. ان انا الماركتينج عامة زي فيلم كده ناو يو سي مي. ناو يو سي مي بالنسبة لي بأجزائه مختلف في ايه، ان هو بيلعب على فكرة اللي بيتفرج دايما حاسس ان هو عنده one step ahead. هو ده اللي انا بحسه في الماركتينج، ان انت الماركتينج مش فكرة ان انا بكتب بوست او ان انا بعمل ديزاين، هو انت بتحط الارت إليمنتس كلها علشان تقول مسج، كي مسج معينة. وده اللي كنت بلاقيه من الباور اوف داتا، ان انا معايا داتا اقدر استخدمها علشان لما احط اي ماركتنج اكتيفيتي ابقى فاهمه هو الناس هتحب تعرف ايه. دايما بفكر في ريفرس انجينيرنج، يعني الحاجه دي الناس هتقول عليها ايه قبل ما الله ده حلوه ولا هتنتراكت معاها ولا هتشيرها. لو في الكومنتس لقيت هو انتوا ازاي فاهميننا كده او انتوا ازاي عارفيننا كده، انا برتاح نفسيا انه انا كده وصلت المسج بتاعتي. فمن هنا ابتدى الموضوع انه انا عايزه ادرس ماركتينج وعايزه اخش في الحته دي. وبعد كده ابتديت ذاكرت ماركتينج وخدت في كذا كورس ودبلومه وكده، وقريت، كنت بنزل سور الأزبكية، بجيب الكتب اللي هي الهاند بوكس الهاند كفر الكبيره، اللي هي بقى عارف اللي هي زمان اللي هي تقول لك الانسايت والكونسبت والاكسكيوشن. كنت بدرسها كأني بدرس تاني من أول وجديد. قعدتي قد إيه تقريبا تتعلمي من الحاجات دي؟ قعدت 2 سنين تقريبا أتعلم ماركتينج وأجيب كتب وأذاكرها وألخصها لحد ما قلت طيب إيه هعمل ده إمتى؟ نزلت خدت تدريب. أنا المفروض كنت في سينيور ليفل ساعتها، بعد ما كنت بشتغل في نيلسون وبعد كده اشتغلت في الشركة التانية، فقررت إن أنا أسيب كل ده وأبدأ من أول وجديد. دي حاجة صعبة قوي. يعني كنت بفكر في ايه وقتها برضو يعني؟ بص، انا ساعتها كنت بفكر انه هو اكيد في متعة تانية في الحياة غير ان انا اقعد اسمع للداتا بتاعت الناس واشوف رأيهم ايه. وكنت بشوف دايما انه ظهر نوع اللي هو لونج فورم بوستس اللي كان بيبقى موجود، اللي هو فيه بوليتس وهوكس وبوليتس وكول تو اكشن، بس ما كانش الحاجات دي معروفة اصلا اسمها ايه، يعني ده ادرسه فين. فبعت للشركه اللي انا شفتها بتعمل التسويق بالطريقه دي، قلت لهم انا عايزه انزل معاكم فور فري. فنزلت معاهم شهر فعلا فور فري، وابتديت اتعلم الشغلانه عامله ازاي. وبعد كده حسيت انه ما كنتيش متضايقه ان انت نازله ومش هتاخدي ولا اي حاجه خالص؟ لا، ما بص، هو على حسب البرايورتيز، يعني كل حد ممكن يكون في موقفي انا يبقى متضايق ان هو ما بياخدش فلوس، بس انا لا، انا بشوف دايما ان الناس اللي قدامي دي بتديني من خبرتها.
في فاليو اهم من الفلوس. يس فهما بيدوني فلوس انا هاخدها بعدين. فليه ابقى متضايقه؟ بالعكس انا كنت مبسوطه والتيم كان الموجود كان سبورتيف جدا. بعد كده ابتديت اخش في عالم الايجنسيز بقى اللي هو العالم الساحر. يعني انا بشوفه بالنسبه لي انا ساحر لانه انت بتتعامل مع كذا اكاونت، بتتعامل مع كذا كلاينت، بتتعامل مع كل يوم بتبيع حاجه. يعني كل يوم بتلبس كده هات مختلف، حاجه جديده وحاجه مختلفه، حاجة مختلفة. وعالم سريع قوي. مفيش عالم حاجه سريع. كل يوم مش زي التاني. يس عالم سريع. وكان مديري دايما برضو مديني empowerment انه تعالي احضري الميتنج ده مع الكلاينت. انا اصلا ما اعرفش يعني ايه ميتنج مع الكلاينت ولا يعني ايه ميتنج. يعني ايه ميتنج اصلا، هنعمل ايه في الميتنج ده. لحد ما كان بيودينا لوحدي اللي هو اخد البريف وارجع له اقول له الفيدباك والكلام ده. كنت بعمل كل حاجه من اول الكابشن لحد الميديا باينج والديزاينز، وكان ليا راي في كل حاجه. وكان التيم برضو مش كبير ساعتها يعني. لحد ما قلت لا انا عايزه بقى ابتديت افهم ادور بقى على مصطلحات. يعني ايه كرييتيف بريف، يعني ايه كرييتيف ايجنسي. ديفيد اوجليفي، مين ديفيد اوجليفي اصلا؟ يعني انا كنت بعشقه موهومه بيه. في حد بعد ما عرفتيه طبعا. طبعا يعني في حد من صحابي مسجلني كده رندا اوجليفي على الموبايل برقمي انه انتي. انا ايفن حتى اللوجو للشركه بتاعتي كنت هعمله اللوجو بتاعي، بس عرفت ان في كوبي رايتس وقلت لا مش هينفع. ايوه فحسيت انه لا الراجل ده ايه ده ساحر. فرحت للايجنسيز الاكبر. فابتديت بقى اشوف يعني ايه فعلا بريفس، يعني ايه كده. رحت لهم ازاي يعني؟ رحتي قدمتي عندهم تاني اللي هو السلام عليكم يا جماعه انا رندا بعمل كذا؟ كان جوب بوست. وبصراحه كنت بدور على الايجنسي اللي جنب بيتي. يعني انا كنت بحب قوي ان انا اروح الايجنسيز اللي جنبي علشان هو كان جوب بوست وقدمت فيه. والايجنسي دي بالذات هي كانت في الزمالك، وهي دي كانت الحلم اللي انا بحلم بيه. يعني كانت على النيل وايجنسي بمعنى ايجنسي بادوار المشاهد بقى اللي في المسلسلات. يعني وكان البورد بتاعنا من فرنسا اسمه تيبو. فانتي مالتي ناشنال كمان. فلو حسيت يعني انت بقى بتشتغل على بروبوزلز وراشونال وتكتب. انت مش بتعملش كامبين كده عاديه، لا بتكتب الراشونال ورا كل كونسبت بتطلعه، وبتحط له كرييتيف كونسبت، وبعد كده بتحط له كرييتيف ديزاينز وتحطه في بروبوزلز وفي اكاونت مانجرز. فانا في سايكل كامله كبيره واضحه قوي، ففي شغل. حسيت انه ايه ده، هو كل واحد ليه هنا دور مهم جدا. طب انتي حاسه ايه الحاجه اللي خلتهم يعني يقرروا ان هم ياخدوكي؟ بص، هو المديرتي اللي كانت عملت لي الانترفيو اولا هي عملت لي تاسك في الانترفيو ساعتها، قالت لي اكتبي زي كامبين كده لكذا براند، وعملته. وبعد كده كمان هي كانت عايزه حد. احنا كنا الايجنسي بتعمل حاجتين، بتعمل ريبورتس واناليسز وبتعمل كرييتيف كامبينز. فانا كان عندي الحتتين، عشان كده باك جراوند الاثنين. لان انا اي اكسبيرينس انت خدتها في حياتك هي مفيده جدا طبعا، بتفرق في وقت من الاوقات. لما هي كانت بتدور على النقطتين دول. نقطه ان انا حد يكون فاهم داتا وانسايتس، وحد تاني يكون عنده حته التاتش في كرياتيفيتي. بلس ان انا في الايجنسي دي ممكن اكون ما كنتش اكتر حد كرياتيف، بس اكتر حد بيديليفر. اكتر حد بيفت. انت عندك حاجتين، هما الحاجتين بيفت وبيديليفر في الوقت. لان دي حاجه مهمه قوي. فكره الكرياتيفيتي از اوفر ريتد، لانه في ناس بتعتقد انه انا كرياتيف يا جماعه، انا بطلع افكار كده وانا قاعد على القهوه. بس يعني تقريبا 100% من الناس عندهم افكار يعني. بالظبط. هتقول لي هتعمل لها اكسكيوشن ازاي؟ لو بادجت ولا هاي بادجت؟ ايه الحاجه اللي انت ايه الكي بي ايز اللي هنحدد على اساسها الكرياتيفيتي دي؟ فساعتها ده كان ان انا جمعت ما بين كذا حاجه هي كانت بتدور عليهم، فمش محتاجه اتعلم حد تاني. هي كان انا خلاص بيرفكت فيت للبوزيشن ده. حلو قوي. طيب انت كده تقريبا عندك خبره ممكن تكون معديه ال5 سنين في الوقت ده. وقتها كنت شايفه نفسك ان انت كده خلاص بقى محققتي كل احلامك، ولا كان لسه في احلام تانية حاسه لا انا في اكتر من كده عندي ممكن اقدمه؟ انا كنت بحب الايجنسي دي جدا جدا، وهي اللي شكلت حياتي عامه فيما بعد يعني. بس بعد كده خلاص انت بيجيلك برضو حالة كده ان انا عايزه اعمل حاجات جديده، عايزه اشوف بروجكتس جديده، اشوف ناس جديده، اشوف طريقه مانجمنت جديده.
فابتديت اخش الستارت ابس شويه، ان انا اشتغل في الستارت ابس عشان اعرف. كان ساعتها في الوقت ده الجريك كامبس كان هو المصدر الايكو سيستم كله في مصدر الالهام كله. كله أي. يعني انت عايز تبقى شركه جامده لازم تبقى عندك اوفيس في هناك. الجريك. فكنت موهومه طبعا بالفكره دي، قلت طب هما الناس كنت بشوف اي انتربرنور في الدنيا هو شخص كرييتيف، هو شخص بيبيع، هو شخص عمل فكره، هو شخص قدر يعمل الفكره بتاعه الكونسيومر بيهيفير. فساعتها حسيت انه محتاج ان انا فعلا اموف اون، ورحت بعد كده كذا ستارت اب، وبعد كده رحت جورمي ان هاوس. طيب نقلات الستارت ابس دي ما كنتيش حاسه ان انت كنتي في شركه مالتي ناشونال في حته عاليه قوي وبعدين عملتي داون جريد؟ بص، هي هو مش داون جريد، لان هو يعتبر انت بتشتغل في اسامي كبيره. انا ببص على الاسامي والاكسبيرينس اكتر من ان انا بعمل داون جريد. يعني ما عنديش مشكله ان انا اعمل داون جريد مقابل الخبره اللي انا هاخدها. حلو. وانا كنت ناقصني الاكسبيرينس بتاعت الفاميلي بزنس او ستارت اب على سكيل واسع اكبر. يعني انا شفت ده، اشتغلت في ستارت ابس على سكيل اصغر ما حبيتهاش. بس اشتغلت على ستارت ابس، يعني هي جورمي ما تعتبرش ستارت اب، هي شركه فاميلي بزنس ولكن فيها صفات الستارت ابس. حبيتها جدا لان انا لقيت فيها برضو الصفات بتاعه الايجنسي اللي انا كنت فيها. سبورتيف تيم، الناس بتعلمك. كمان في نقطه انا ما كنتش شايفاها في الايجنسي. يوجوالي وانت في الايجنسي بتبقى شايف الكلاينت بيجيلك بالبرودكت، هو خلص الباكجينج وصور وعمل كل حاجه وبيديلك الاند ريزلت. في جورمي لا، كان انت بتاخد كل حاجه من اولها، بتعرف الستوك بتاعك على الاي كوميرس ويب سايت بتاعنا قد ايه، بتصوره، بتساهم ان انت تشوف التصوير بتعمل ازاي، بتروح للسبلاي تشين تيم علشان تقول له هو فاضل كام في ده، عشان لما نيجي نعمل ماركتنج كامبين يبقى عارفين ان مثلا في ليميتد بيسز او ليميتد ايتمز موجوده. بتشوف بقى فكره الميديا باينج والبرفورمانس ماركتنج، انه الاعلان بتاعي ده جاب قد ايه. فتبدا تلينك كل حاجه ببعض. صح. فتبقى بالنسبه لك اللي هو الله تحفه، كانك انت عامل تيم من زي الماجيشنز كمان. دي حاجه من انت بتبداي من الزيرو حرفيا لحد ما بتخلصي كل حاجه بالظبط. ده غير بقى انت بتشوف في كل شركه مشاكل فيها، مشاكل الان هاوس غير الايجنسي غير الكلاينتس غير حاجات مختلفه. فبالنسبه لي بصراحه كانت تجربه بحبها جدا. ده غير ان برضو الحمد لله سواء في الايجنسي اللي كانت قبل كده او في جورمي كان عندي مديرين سبورتيف قوي. وواحد من المديرين دول هو اللي خلاني اعمل فكره الشركه بتاعتي. طيب الباك جراوند اللي فاتت دي كلها، انت شغاله موظفه، هل اصلا كان في دماغك موضوع ان انت تبقي رائده اعمال او ان انت تبقى عندك شركه تفتحيها؟ خصوصا ان هي حاجه صعبه، وكمان ان a woman to think of this يعني حاجه مش شائعه قوي في مصر كمان بالذات. بص، هو لا يعني انا اصلا جايه من مبسوطه عادي بالحياه. مبسوطه بشتغل عادي شغله من 9 to 5 او من 9 to 6. وحسيت انه ليه يعني ممكن اعمل فكره، يعني مفيش حاجه محمساني ان انا اعمل ده. وانا اصلا عيلتي من الشخصيات التقليديه جدا، يعني محاسب دكتور مهندس. فهم اصلا مش فاهمين اللي انا فيه. وقبل ما اشتغل اساسا كانوا اللي هو بيتقال يعني انتوا بتشتغلوا ايه في الاخر. فما كنتش بهتم يعني، وعمري ما حطيت نفسي في حته البيزنس ولا الانتربرنورشيب ولا اي حاجه. هي الفكره كلها ان انا لما كنت في جورمي مديري شاف الفيديو ده انا كنت عاملاه مع حد من الانفلونسرز يعني وقتها. وكنت عاملاه من ورا، كان ورايا يعني ظهر نيش البيت بتاعي. نيش كنت ساكنه في الدقي ورايا نيش عادي. فقال لي يا رندا هو ايه ده؟ فقلت له ده سورت اوف بودكاست كده، كنت عاملاه بقى اللي هو زوم 2 كده انا والجاست اللي معايا. وبعمله يعني علشان انا عندي براند بانفست فيه يعني، او ان انا زي خواطر بكتب فيها خواطر كده عن الاعلانات والادفيرتايزنج وكده. طب انت ليه اصلا كنتي بتعملي حاجه زي كده جنب شغلك؟ كنت بعمله علشان انا كنت بحب قوي اعلانات رمضان. وكنت بشوف انه ليه ما حدش بيتكلم عن ازاي يعمل اعلان في رمضان.
في طبعا عمالقه، يعني في انت عارف اكيد طارق نور، سعدي جوهر، FP7 GWT، كل بس انا شركات كبيره. بس انا عن نفسي كنت دايما بشوف اللوجو بتاع الايجنسي طارق نور، فانا بسال نفسي هو ايه عمل ده ازاي. فما كانش عندي ساينس بيهايند الكامبينز اللي بتتعمل دي. فكنت بكتب زي بلوج كده بحط فيه الحاجات اللي انا بشوفها. وطبعا الكتب بقى كمان اللي انا جبتها من سور الأزبكية ساعتها لنكت معايا انه هي الناس دي عملت هنا، وطارق نور جه عمل لوكاليزيشن لبعض الحاجات اللي كانت موجوده اصلا، فقدرتي تربطي الحاجات ببعض. فابتديت اعمل زي مقالات عن الكامبين زي جوت ميلك مثلا، اشهر الكامبينز بتاعت ذا بيتلز مثلا، واربطها باعلانات هنا. فابتدت الناس تعرف هو ايه ده، هي بتكتب ايه كوبي رايتنج، يعني ايه كرييتيف بريف. فابتديت اكتب مقالات عادي جدا، بس في نفس الوقت انا كنت بشتغل في جورمي علشان اقدر انا عندي التزامات في الاخر. لازم اصرف على البراند البيبي ده. ساعتها ما كانش فيه صرف على فكره، يعني انا كان في دماغي ان انت فعلا عايزه تكبري وعايزه تخليه حاجه تبقى كان السيف سبيس. فاكر اوضتي زمان لما كنت برسم، ده كان السيف سبيس بتاعي. كنت ما حدش يعرف عني حاجه، 2 بيعملوا لايك منهم مديرتي علا ومديري، فما كانش حد عارف حاجه. وانت عندك ايه تخسر؟ محدش عارفك اصلا. انت بتجربي وعايزه تتعلمي وبتشوفي بالظبط ممكن الموضوع يوصل لفين. لقيت الموضوع ناس حابه الموضوع، متحمسه. ومديري قال لي دي بقى كانت هنا التيرنينج بوينت، انه انت بتعملي ايه هنا؟ فقلت لهم بشتغل بقبض فلوس. قال لي بعيش يعني بعيش باكل عيش يعني. فقال لي بصي هقول لك نصيحه المفروض ان انا ما اقولهاش، انت واحده من التوب تالنتس عندي هنا، بس انا شايف ان البروجكت ده فيه بوتنشال. فتخيلي معايا لو انت الصبح جه حد اخد البراند بتاعك وعمل زيه بالظبط، هو نفس الفريم ورك، وانت زعلتي جدا عليه وما عرفتيش تعملي واحد تاني مكانه، هتعملي ايه؟ فالسؤال ده بالنسبه لي كانه كده ايه اليرت، انه هو ايه اللي هيحصل فعلا لو عملت كده؟ انا هفضل امتى شغاله اصلا عند الناس وما اعملش اللي انا بحب اعمله؟ فده كان الالارم بقى اللي صحى فكره ان انا عايز اعمل حاجه لنفسي. بالظبط. بص هي مش لنفسي، عشان برضو دي لما قعدت مع نفسي كده اتسأل هو انا دي لنفسي ولا لمين. كان في فيلم ساعتها، انا دايما انسبايرد قوي بالافلام. في فيلم اسمه ذا كينجز فويس، هو كان بيتكلم عن شخص بيتهته، هو المفروض يكون ملك، صح، صوت الأمة يعني، صوت الأمة ما ينفعش هو يكون بيتهته في الكلام. ففي مشهد بيقول I have a voice، فأنا حسيت إنه هو ده مش أنا لوحدي، في ناس كتيرة قوي عندهم نفس الحلم، إن هم عايزين يبقوا صناع محتوى، عايزين يبقوا كوبي رايترز، عايزين يتعلموا، وما عندهمش المكان اللي يقولوا فيه كده ان انا عندي صوت. صح. فالفيلم ده فضل في دماغي انه انا عايزه اعمل حاجه، عايزه اعمل كوميونيتي، عايزه اطبق ده. فساعتها حسيت انه ايه، لا انا عايزه اعمل ده. هي القصه بدات ان في اولا برضو في نفس كل ده ان باراليل، ان في بارتنر قال لي تعالي نعمل جروب، كان جروب للكونتنت. ده حد من الشركه ولا لا كان حد على لينكد ان يعني تواصل معايا، عشان انا كنت على لينكد ان بسبب البلوجز اللي انت كنت بتكتبيها. يس انا كنت بكتب بقى مقالات كتيره قوي. فراح مكلمني قال لي بص انا عندي فكره جروب للكونتنت عايزين نعملها. الجروب كان يعني سكسسفل ستوري، لانه هو طلع من وراه معظم الناس اللي موجوده دلوقتي في الارينا. يعني كل الناس اللي معروفه في الكونتنت هم طالعين من الجروب ده. ده كان اسمه ايه وقتها ولا كان إيه؟ كان اسمه كونتنت كرافترز. كان هو من اكتر الجروبس يعني اللي كانت متخصصه قوي في الحته دي. بس زي اي حاجه بيجيلها فتره وبعدين حصل some sort of conflict، فابتدينا كل واحد يعمل حاجه بتاعته، يركز في حاجته هو. فساعتها قررت اللي هو ده كان اول بوينت باخد فيها قرار، انه انا هعمل ده لوحدي، محدش هيعمل فيه حاجه. وانا اصلا بسمي البراند، حسيت ان هو اسميه ايه ايه بقى اسم البراند ده هيبقى عامل ازاي. فقلت اسهل حاجه اليونيك سيلينج بوينت بتاعته اسمه ذا كوبي رايتر، انه حاجه straight to the point، ناس تعرف ده ايه، even حتى قبل ما يكون في
SEO او الحاجات دي. يعني هو بيقول لك لازم تكتب اسم البراند عشان يبقى تقدر تلاقيه بسرعه. صح. انا عملت والله وانا ما فيش اي حاجه تدل ان انا اصلا هبقى براند خالص. هي بس الفكره عشان انت ما كنتيش بتعمليه ان هو اصلا براند، انت لا. كنتي بتعمليه على اساس ان Personal انا project. عايزه اجرب حاجه وعايزه اشوف نفسي فيها ممكن تبقى عامله ازاي، which is عشان كده انت تقريبا حطيتي الباشن بتاعك كله فيه. بالظبط. ومن هنا بقى جيت ابتديت ان انا احس انه طيب انا I need mentors بقى. ما انا كده خلاص انا محتاج ان انا اكبر ده. في المرحله دي هتلاقي نوعين من المنتورز اللي سبورتيف قوي ويبقى مش خايف من القدرات اللي قدامك، والنوع تاني هو خايف جدا منك فهيحبطك. لو جيت قلت لك مثلا 70% من اللي قابلتهم كان من النوع التاني اللي هو خايف من قدراتك فبيحبطك. طب انت وقتها كنت شايفه ان هو بيحبطك علشان هو شايف قدراتك قد ايه؟ لان انا كانت الصفات بتاعتي باينه في الجروب. انرجيتك وبحب الناس قوي وبعمل لهم كامبينز، وبصوا يا جماعه الكامبين الفلانيه نزلت تعالوا نتعلم ازاي نعمل ده. في كورس جديد، في ريبورت جديد، تعالوا نشوف. فالجروب كان مسمع في وقت قصير قوي. وساعتها لما انا بقى عايزه اخد الستيب بتاعت البيزنس، او ما كانش بالنسبه لي بيزنس عامه، وانا عايزه اعمل حاجه بس ستيب تانية. الاحباط ده ما اثرش فيكي؟ لا اثر، يعني اثر، وكنت لوحدي تماما، لا في تيم ولا في حد فاهم اصلا انت بتعمل ايه، واوريدي سايب الباشن بتاعك اللي هو الفيرست بيبي اللي هو اللي بذلت فيه مجهود كبير قوي. فقاعده مش عارفه، فحسيت انه اعملي انت بتعمليه، خليكي بتكملي. فكنت بقعد بقى مع ناس هم بيشتغلوا في ادفيرتايزنج ايجنسيز كبيره. مثلا يقولوا لي you don't have a strategy، البيزنس ده مش هيكمل. ما بيحبطوكي اكتر. مش هيوصل لاي حاجه. تخيل قاعد مع منتور يقول لك مش هيوصل لاي حاجه. ده المفروض الشخص بقى اللي فاهم وشايف الفيجن يعني. فحسيت انه لا، يعني كنت طبعا في ايام لا بعيط فيها خلاص، انا هرجع تاني بقى اشتغل من 9 to 5 وخلاص، انا ايه اللي يخليني اعمل كده. طب وايه الحاجه اللي ما رجعتكيش؟ الحاجه اللي ما رجعتنيش ان انا الاقي مسج من حد بالليل يقول لي انا جالي اول كلاينت قبضت بالدولار بسبب الكوميونتي بتاعك. فببقى اللي هو حاسه انه سبتي امباكت، عملتي شكرا انك بعت لي في التوقيت ده، وشكرا انك فعلا يعني اكتشفت ان الباور بتاعي مش في ان انا بمثل صوتي، بمثل صوت ناس تانية نفسها تتعلم الطريقه الصح، ومش طريقه اكاديميك ومش طريقه فن، هي ميكس ما بين الاثنين. يعني الكونتنت بتاعنا مش اكتر حاجه دسمه، لا في ناس تانية اشطر من ده بكتير. بس احنا الكونتنت بتاعنا بيميكس ماتش ما بين خفه الدم، اللذاذه، وفي نفس الوقت الاكاديميك نوليدج اللي انت محتاجها، لان الحياه ما بقتش زي زمان محتاجين تبقى يعني انتنس قوي علشان اتعلم حاجه. صح. بس في البدايه بتاعت ذا كوبي رايتر، انتي ما كانش معاكي تيم، ما كانش معاكي اي حاجه خالص، فانتي ازاي قدرتي تقومي ده علشان يتحول ان هو يبقى بزنس اكتر من ان هو يبقى فكره موجوده لذيذه جميله ممكن ما تشوفش النور؟ صح. لانها في الاخر تتحول لبزنس متشاف والناس عارفاه وليه بريزنس قوي في السوق. بص، هو انا دايما انا الشخصيه شويه زي ما قلت لك، يعني كل ما هتقف قدامي كل ما عندك اكتر. فدي حاجه من الحاجات اللي انا يعني المنتورز اللي هم اللي انا بقول لك عليهم كانت وظيفتهم ده، يعني دي كان ليهم وظيفه مهمه قوي، ان هم يوروني قد ايه انا عندي اصرار ان انا اعمل الحاجه دي. فساعتها خدت كل الاكسبيرينسز اللي فاتت بقى، اللي اتعلمته في الجرافيك ديزاين، على اللي اتعلمته في الكونتنت، على اللي اتعلمته من مديريني، على اللي اتعلمته من الكونسيومر بيهيفير والانسايتس اللي انا خدتها، وقلت خلاص انا هطلع بقى بيها اللي انا بعمله ده. فابتديت احط في الديزاينز حاجات هي عكس تكوينات الديزاينرز كلهم. اللوجو في حته، الاليمنتس اللي هو الفوكس اليمنتس في حته، الالوان صارخه جدا، لون احمر، كان لوننا احمر يعني ستاندينج اوت، لون متشاف زياده عن اللزوم. عكس كل الناس. كنت انا عندي فيجن ان انا عايزه اطلع ببولد برسبكتيف عن الادفيرتايزنج، عايزه اعمل ديسربشن في المجال. انت وقتها كانت الفكره اصلا ايه؟ هي كانت الفكره ان انا هكتب مقالات بدي فيها educational content عن الاعلانات
بس بكل كده. بساطه مفيش اي حاجه تانية. فانت هتحولي البلوجز بتاعتك والحاجات اللي انت كنت بتكتبيها انتوا فيجوال ستوري تيلينج بيز، حاجه تتشاف ونقدر نعلم الناس منها بالظبط الخبره اللي عندك من السنين اللي فاتت دي كلها. بالظبط. لانه انا كنت دايما بشوف انه الناس مركزه في حته الكونتنت كرييشن، اللي هو فكره ايه، احنا لازم الكونتنت بتاعك يبقى فيه السمارت اوبجكتيفز، اللي هو اس يعني سمارت، ام يعني ميجربل. إيه؟ الكلام اللي موجود في الكتب theoretical yes. اللي ممكن يكون مفيد في اوقات كتير، هو مفيد، ولكنه في اوقات تانية انا لما اشتغلت تشمري وتنزلي انا لما اشتغلت في كرييتيف ايجنسيز الموضوع مختلف تماما. ما حدش بيتكلم بالطريقه دي، ما حدش بيتكلم باللانجوج دي اصلا. يعني ان انا ابيع لحد حاجه ناس مش بتتكلم بيها، وبعدين لما بيابلاي الناس بتابلاي على الوظائف دي مش جوت اكسبتد، لان هم مش بيتكلموا ذا سيم لانجوج خالص. فبالنسبه لي لا، انا لقيت في مشكله كبيره في الموضوع ده، وحسيت انه طب واي نوت ان انا اكتب مقالات وخلاص، حاجه بتبسطني وحاجه بحس، لان انا كنت بانفست ماي تايم قوي في الديزاين. دي حته برضه كرياتيفيتي. انا مش بانفست في الكابشنز. كنت دايما حاطه دماغي ان انا هتسكرول، يعني هتقف هتقف عند هتشوف حاجه هتوقفك، هتقرا مش هتعرف تبطل بالظبط. فدايما كانت الكومنتس تجيلي على فكره الديزاينز، يا جماعه الديزاينز بتاعتكم خطيره. هو ده كان المين اوبجكتيف. طيب امتى بقى اول مره كان فيها بروفيت؟ يعني لحد دلوقتي احنا تمام لذيذ جميل. اللحظه بقى اللي انتي قلتي خلاص بقى يعني انا هكمل بالشكل ده. كويس قوي انت اتكلمت في النقطه دي، لانه لما عملت ذا كوبي رايتر وابتديت ابدا اول ستيب في ان انا اعمل كورس مثلا، كان غير بقى المنتورز اللي هم كانوا مش سبورتيف، كان في كوميونتي تاني. يعني في كوميونتي خرج من الكوميونتي اللي انا عاملاه. هو انت عامله الكوميونتي ده عشان تكسبي من وراه؟ فما كانش ساعتها في وقت فكره الانتربرينورشيب والبزنس، وان انت تبقى فعلا عشان تسستين تعمل سستينابيليتي للبزنس بتاعك، ان ده ممكن يبقى فيه من وراه فلوس. وده مش عيب، لانه انت بتدفع اكسبنسز لحاجات معينه. بس انت وقتها ما كنتيش اصلا رايحه في الاتجاه ده؟ انا ما كنتش رايحه. بس لقيت انه في ناس بتكلمني احنا عايزينك في الكورس الفلاني عشان انت واحده من الناس الانفلونشال قوي في الحته دي، فليه لا؟ فجربت بصراحه، وسانت بقى بصحابي التانيين كانوا عندهم برضو شويه اكسبيرينس في التريننج فيلد. فقلت لهم اعمل ايه يعني؟ انا مش ترينر. انا شخص يعني بحب البرفورمانس، وبحب ان انا اطلع اعمل لعب وجيمز وكده. فقالوا لي حاجات اللي هي المنطقيه، اللي هو اعملي اوتلاين، الكورس كام ساعه، هياخدوا ايه ليرنينج اوبجكتيفز، الكلام ده. وبالفعل عملت اول راوند، واول راوند دي كانت انا كنت بعتبرها من التيرنينج بوينتس. والناس اللي جت في الكورس ده هم خلاص بقوا اهلي. يعني هم دلوقتي انا بحضر لهم افراحهم، عارفه هم بيخلفوا امتى، اسمهم ايه. هم في علاقه بينك وبينهم، هم دول طيبه قوي. بعتبر ان هم دول كو فاوندرز في ذا كوبي رايتر. لانه ببساطه لو ما كانوش وما كانوش امنوا بيا، انا ما كنتش هطلع ذا كوبي رايتر يعني. فهم ستيل لحد دلوقتي هم عارفين اسمهم يعني بالاسامي. هم ستيل هم حجر الاساس لاي حاجه انا وصلت ليها في ذا كوبي رايتر. اول راوند في ذا كوبي رايتر، هي اول راوند دي اصلا انت لما جات لك قلتي خلاص انا مش هعملها باسمي، انا هعملها باسم البراند ذا كوبي رايتر. كانت باسم ذا كوبي رايتر مع كولابريشن مع كان تاني. وانا طبعا ما كنتش عارفه يعني ايه كولاب ولا ايه ده ولا ايه لسه حاجة. طبعا كل حاجه في الاول يعني فاهم. بس انا كنت مبسوطه. فعملت راوند و2 وكده و3، وابتديت بطلع في الايفنتس. يعني كذا ايفنت اطلع فيه. حسيت بقى بعد كده ان في حاجه هاله كده حصلت، انه لما بروح اي مثلا احضر اي سيشن الاقي الناس بتسقف لي، تقوم وتسقف لي. فحسيت في اللحظه دي ان انا هاخد ستيب باك. مش هو ده اللي انا عايزاه. انا مش عايزه ابقى المنتور، مش عايزه ابقى الشخص اللي هو التوب او الاكسبرت. وهنا في برضو نقطه احب ان انا اقولها في البودكاست، انه اي حد بيفكر ان هو يعمل حاجه، في شعرايه ما بين ان انت تكون educational mentor او ان انت تكون تعمل personal brand بالارت بتاعك. لان ده حاجه وده حاجه، ده اكسكيوشن، حاجه انت بتحكي فيها عنك وعن نفسك، وممكن حد يجت انسبايرد من حاجه زي كده
which is ده طبيعي جدا، ولكن مش لازم نتحط في بالظبط بوزيشن الناصح الامين، يعني مش لازم. بالظبط، لانه هي بلوك عليك opportunities. لو انت عايز تشتغل في ايجنسيز او انت عامل حاجه، هيقول لك طب انت جاي لي ليه؟ ما انت فاوندر. انت اتحطيت في حته معينه فمش هتعرف تنزل عنها. بالظبط، انت فاوندر، هو انت جاي تتعلم ده انا اتعلم منك. فبقيت محطوط دايما في الزون بتاعت ان انت عارفه كل حاجه. لا، ما اعرفش كل حاجه، انا في اطار اللي انا عارفاه وبتعلمه. فالناس بقت تستغربني جدا، مثلا جاي احضر كورس رندا بنفسها جايه تحضر، رندا معتز في ايه جايه تاخد كورس، في ايه يا جماعه بجد؟ فالسوشيال ميديا بتدي للناس هاله هي ممكن تكون مش موجوده. ودي الحاجه اللي لازم الناس تبقى عارفاها، انه انا الفاليو بتاعتي ايه، انا بحب اعمل ايه. دايما حاطه كده عندي زي شعار عندي كده في الاوضه: remember why you started. دي اهم حاجه انا برجع لها. انه حصل بقى ان انا جالي ايجو، حد سقف لي في بتاع، رحت سبيكر، الناس قالت لي انا بتابعاكي، ماليش دعوه. هي دي الحاجه اللي كانت بترجعك من انك انت تشوفي نفسك في حته تخليكي تخسري opportunities كتير ممكن تكون موجوده. بالظبط، لانه هو بيقول لي انت بتمثلي تهديد عليا. انت دلوقتي حد شاطره جدا في مجالك، فجاي هنا تشتغلي معايا ليه؟ يا اما انا هديله فلوس مثلا، او احنا هنعمل كولاب. طب انا جاي اتعلم منك حاجه. يعني انا فاكره ان انا وانا عامله كوبي رايتر، انا نزلت انترنشيب عادي، وكانت في مجال كبير. وتعرفت على ناس كويسه جدا. قالوا لي انت جايه تعملي ايه وجايه اصلا من غير فلوس ليه؟ قلت لهم عشان اللي انا عايزه اتعلمه موجود عندكم، وانا مش عارفاه، فايه المشكله لما اتعلم؟ فدايما هنا في المجتمعات شويه في الشرق الاوسط بنمجد قوي الحاجه وبنأفورها. بس لا، خلي كل حاجه في حجمها، علشان لا الشخص اللي قدامك يبقى بيمس opportunities، ولا انت تبقى بتدي لحد اكبر من حجمه. طب انت ليه كنتي حاسه الاحساس ده كله؟ ليه كنتي دايما همبل، دايما ما عندكيش الايجو ده؟ الطبيعي ان الانسان لما بيحصل له اكسبوجر وناس كتير بتسقف له، اول حاجه بتحصل ايه؟ انا هشوف نفسي، يعني ده بيحصل بشكل حتى لا واعي. فايه الحاجه اللي خلتك ترجعي عن ده وتستي همبل طول الوقت؟ بص، انا لما عملت الترانزيشن من ان انا ابقى بشتغل في شركات لحد ما بقى عندي البيزنس بتاعي، ابتدى يظهر لي اعداء. معرفش ليه. ابتدى يبقى فيه كومبيتيشن، يبقى فيه انه لا ده تبدأ بقى تتكبر علينا، ما تطلعش معانا. لا احنا نعمل بقى ناس تانية نجيبهم ونتكلم معاهم. وابتدى يبقى فيه حرب كده من تحت لتحت. فحسيت انه ليه؟ يعني الموضوع احنا كنا لوزاز وكوميونيتي مع بعض وكده. بس هي الفكرة انه انا في الوقت ده جالي اكتئاب كبير قوي، انه انت دلوقتي عايز تكبر في حاجة معينة، عايز تقدم على وظائف معينة، مش بتجيلك عشان انت خلاص كبرت. وفي نفس الوقت كبرت اسما، وفي نفس الوقت الكوميونيتي اللي حواليك شايف انه لا انت بقيت كبير، فما بقيتش الشخص اللي قريب منهم كما يجب. فكانت هنا بالنسبة لي اللي هو ايه ده. وفي سيتويشن بقى انا ما انساهوش خالص، ده مهم قوي. انا كنت موهومه قوي بالاضواء والشهره وان انا اطلع في ايفنتس واروح اسكندريه واروح تكني واروح في تكني بالذات. كان عندي توك او حاجه زي كده، وجي اتعرض معاها الجرادويشن بارتي بتاعت اختي. وساعتها ما حضرتهاش. وساعتها في الوقت ده انا ما كانش عندي اي فكره ان انا هتضايق بعد ما اليوم ده يخلص. هذا الكم من الضيق والاكتئاب، لدرجه ان يعني انا عملت لها جرادويشن بارتي، عزمت كل اصحابها تانية، عملته انا صرفت، جبت فلوس، عملت بادجت ورحت عامله جرادويشن بارتي ليها. طبعا هي او ما كانش خالص نفس اللي انا كنت متوقعه في اليوم نفسه. اكيد يعني طبعا. خدت كده وقفه مع النفس، انه هو انا بعمل كل ده ليه؟ بعمل كل ده عشان انا بسيك فاليديشن ولا ابريشيشن؟ ده كان سؤال مهم قوي. هو كم جرادويشن بارتي انا ممكن اعديه؟ هو واحد. كم مثلا ويدنج سيرموني مش هروحه؟ كم عزا مش هروحه؟ عكس بقى الناس بتقوله اللي هو في الانتربرنورشيب اللي هو لازم تعمل برايوريتيز، تصحى معرفش من الساعه كام. ده كان الموقف اللي فوقني.
ارجعي بقى remember why you started، علشان انت بقيتي زي كده ابهرتها اضواء المدينه، فلا ارجعي. فما تحسيش بنفسك. ما تحسيش بنفسك خالص، انت بتعملي اللي انت بتعمليه علشان you have a voice and your community have a voice. has a voice. فبالنسبه لي ساعتها وده كان التيرنينج بوينت، انه لا، كل حاجه ليها priority. هطلع في الوقت اللي انا مناسب معايا، هاخد التاسكات اللي انا مناسبه معايا، هاخد الكلاينتس اللي مناسبه معايا، هبدا اعمل كده ايه زي سيفنج مود، انه خلاص انا كل ده انتهى. انا اول لما عملت كده ابتدى الكوبي رايتر يكبر، لان انا ما بقيتش مهتمه الناس تقول عليا ايه، انا بقيت مهتمه اكبر ده ازاي. فانتي ذا كوبي رايترز كبر ووصل اللي هو موجود فيه دلوقتي علشان يو فوكسد ان انتي بس عايزه تكبريه. مش فارق معاكي الايجو، مش فارق معاكي شخصك، مش فارق معاكي اي حاجه تانية خالص غير ان البراند ده يوصل لحاجه كبيره. وده لما لقيت ان ابتديت اعمل بارتنرشيبس وكولاب مع ناس مش بيعملوها مع ناس تانية، رايز اب وكذا ايفنت او كذا سامت من الحاجات اللي معروفه قوي في الماركت، وبقينا نعمل كولاب معاهم علشان خلاص احنا بقينا اسمنا معروف. فبالنسبه لي ده ادج، انه كمان الحمد لله يعني واحد من الكوميونيتيز الموجوده في السعوديه برضو كلمونا قالوا لنا احنا عايزين نعمل بارتنرشيب معاكم. ده غير طبعا الناس اللي في العراق وفي ليبيا بيطلبوا ان احنا نعمل معاهم بارتنرشيب على طول في حاجات كتيره. فابتدى اللي هو انت محتاجه ايه تاني؟ العجله بتدور، الدنيا بتمشي، كل ده بسبب ان انت يور فوكسنج بس على البراند. حاجه تانية بقى في التوقيت ده، انه مهم قوي يكون معاك انت كبزنس اونر، لازم يكون معاك حد بيوقفك، حد كوفاوندر معاك، حد بارتنر. انا في الاول خالص زي ما قلت لك انا كنت بعمل البيزنس كله لوحدي، ما فيش مودريشن، ما فيش حاجه، الدنيا تسال ما تسال ما حدش هيرد. فانت تلاقي الشخص المناسب ان هو يشجعك في الوقت اللي انت فيه محبط، لانه الاوقات اي بزنس اونر هو بيجيله بقى احباطات كتيره جدا 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 جدا. في التوقيت ده remember why you started مش هتبقى كافيه، لازم حد كمان حد يقول لك انت لا انت صح. فالبارتنر ده لما لقيته حسيت انه لا هو فعلا لازم يكون مظبوط. هو زي الجوازة فعلا، اللي هو لو انت مش متجوز حد فعلا فاهمك او مش متجوز بارتنر فاهمك، فانت بالنسبة للناس اللي هو هتفضل عارف دهب لما بتروح دهب تمشي عكس التيار، هتفضل ماشي عكس التيار وخبطات خبطات خبطات وتبين للناس انك تمام وحلو وكده، بس مش توصل اي حاجه. بس هيجي مرحله هتقعي ومش هتعرفي تقومي خالص بعدها. انا ابتديت افهم في شارك تانك هم ليه بيقولوا دايما انت هل انت سولو فاوندر ولا معاك بارتنر. لان سولو فاوندر هو ممكن يقع فعلا، لكن بارتنر لما يكون معاك بارتنر لا الموضوع بيختلف، هو غير تماما. لانه انت ولازم يكون مختلف عنك، ممكن يكون كرييتيف زيك بس هو بيهندل الاوبريشن، هو هادي انت عصبي. الاثنين مهمين قوي عشان لما تيجي تعمل تيم تبقى عارف انت هتختار ايه. لما تيجي تعمل تيم تبقى عارف ايه التيم هتبقى بتختاره على اساس ايه. فدي حاجات مهمه قوي اتعلمتها. طبعا ما كانش في مانيوال خاص، ما كانش في حاجه بروجرام زي دلوقتي تعملي ايه بالظبط، ما كانش في خالص البروجرامز دي. طيب ايه القرار اللي انت في الرحله بتاعتك دي كلها لو ما كنتيش خدتيه كانت كل حاجه هتنهار وما كانش يمكن دلوقتي في وجود لدى كوبي رايتر؟ ايه القرار اللي ما خدتوش؟ ايه القرار اللي لو كنتي ما خدتيهوش كانت كل حاجه هتنهار؟ ده قرار حلو قوي يعني، ده قرار خطير انتي خدتيه، هو اللي وصلك للي احنا فيه دلوقتي، ولو ما خدتيهوش كان كل حاجه زمانها بايظه. بص هو انا بشوف ان النقطه دي هي فكره زي ما قلت البارتنر، انه انا من غير ناس مش بارتنرز بس صحابك، اختار كويس قوي صحابك، لانه هتلاقي في ناس تقولك شغاله فين بقى رندا دلوقتي، هم عارفين انا شغاله في كوبي رايتر، فانت مش مقتنع، انت عندك دينايل ان انا فاتحه شركه، فخلاص تمام. فانت لازم يكون حواليك ناس صحابك، عيلتك، شخص هو عارف انت بتعمل ايه، بتلجأ له وقت ما بتصيح معاه من الاخر، اللي هو انا حصل كذا 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 فانا ده السيشن بتاعتي للصياح.
زمان اول لما بدات كوبي رايتر كان عندي طاقه اكتر من كده، كان عندي انرجي اكتر من كده، فكنت بعمل حاجات سخيفه جدا. كنت اي حاجه مضايقاني بكتبها على السوشيال ميديا، اي حاجه، اي حد اخد ديزاين من عندي بتفضحي عادي. اي حد اخد مني فكره ما بسميش. فابتدى يتعرف عني في الماركت ساعتها وانا صغيره، كانت مشاكل بقى وماليش دعوه بيها وكده. لحد لا ما ابتديت ان انا اهدى بقى شويه. الموقف بتاع اختي ده لما حصل ابتديت اهدى بقى خلاص، اللي هو لا، هو انا بعمل كده ليه اسيب حياتي علشان ابهر ناس؟ لما يحصل لي اي حاجه مش هلاقي حد، بس هلاقي اهلي جنبي، هلاقي اختي اللي انا ما حضرتش معاها الجراديويشن بارتي. فحسيت من هنا انه لا، يعني اهدي وركزي في الحاجات اللي بجد مهمه بالنسبه لك. واختاري يعني هنقول لك كلام كلاشيه قوي، بس اختاري تحبي نفسك. لان لما تفهمي نفسك هتقدري تجذبي الناس الصح ليكي. فانا زمان كنت دايما بروح الايفنتس عشان اتعرف على ناس جديده وانزل صوري معاهم واقول ان رندا دي خطيره، بعرفه ده وده وده، بس ما تعرفتيش على نفسك انت؟ لا ما اعرفش نفسي، ولا لو سالتني رندا ساعتها مين هقول لك انا رندا اي حد بدخله حياتي يلا خش ميكروباص وبيحمل. دلوقتي لا، انا بختار قوي سيلكتيف مين اتكلم معاه، مين اديله من طاقتي، مين اديله من الانرجي بتاعتي. انه برضو بحكم السن، حكم الالتزامات، جواز، ان يكون عندك بيبي، مسؤوليه تانية، بلس ان خلاص انت عارف وضعك، انت عارف البوزيشننج بتاعك، فمش محتاج تبذل مجهود، مش محتاج يعني تعمل افورت كبير قوي علشان تقول انا موجود. انت موجود، بالعكس ان انت لما تكونش موجود الناس بتدور عليك. هو بيعمل ايه؟ فبس ركزي على نفسك، دي الحاجه اللي هتخليكي توصلي لحاجه كبيره بعد كده. رندا ثانك يو سو ماتش، حقيقي كان بريك داون اكتر من رائع. اتمنى حقيقي ان ذا كوبي رايتر توصل لاكتر من كده واكبر من كده كمان في المستقبل. واتمنى ان احنا اللي احنا قلناه دلوقتي ده يكون الناس شافت ازاي انت قدرتي تفتحي لنفسك فرص، ازاي كنتي هامبلد، ازاي ما كنتيش عندك الايجو الكبير اللي ممكن يسبب ان انت في النص تشوفي نفسك بزياده فالناس تكره او انت مع الوقت تلوزي opportunities انت كنتي فاكره ان هي ممكن تكون موجوده، ويشوفوا طريق ليهم في رياده الاعمال ممكن يعملوا فيها ايه. ومن ناحيه الكرياتيفيتي ان هم يعرضوا شغلهم ويتكلموا عنه طول الوقت، ده طبعا هيفتح لهم opportunities بعد كده. فتانك يو سو ماتش، وان شاء الله كل الخير. شكرا جدا. شكرا. انا كنت عايز